واسمع لجلد البطن صوت لما افتكر شيء من الرغيف فاض من فطار يوم الثلاث، وامد ايدي نفضه من نمل فيه عشش وبات يكسر صلابة لقمتي عند الحياة اللي خلاص راح تنتهي. معرفش فاضل فيها كام، يمكن يكون فاضل لي يوم او بعض يوم. اصل الطبيب حدد وقال اخر الخميس، يعني النهارده والساعات، وهينتهي مرض الطويل اللي انكتب فيه صفحتين تقرير لمدمن مات حقير، سطره الاخير فيه كلمتين: تعاطى جرعه زائده من شيء خطير انا حياته البائسه. وبحبر تاني مختلف كان بين قوسين: شامم وطني. ولسه صوت راجع. معرفش فاضل فيها كام، يمكن يكون فاضل لي يوم او بعض يوم. اصل الطبيب حدد وقال اخر الخميس، يعني النهارده قول ساعات وهينتهي مرض الطويل اللي انكتب فيه صفحتين تقرير لمدمن مات حقير، سطره الاخير فيه كلمتين: تعاطى جرعه زائده من شيء خطير انا حياته البائسه. وبحبر تاني مختلف كان بين قوسين: شامم وطني. ولسه صوت راديو الجيران جوه الودان بيقول: هنا كان الاجل لحظتها حان، اخر نفس ردد معاه، من منكم يحبها مثلي انا مثلي انا. حرام ما كنتش تقول. الله يخليك يا استاذ، ربنا يخليك. ما شاء الله. الاستاذ الكبير عادل العوض على ما افضى به في استهلال هذا اللقاء الذي اعتقد انه استهلال جاء قويا وجاء مشجعا لان يتوارى هذه النخبه المختاره من الشعراء والادباء والمثقفين. يشرفني ان اقدم صديق عمر وصاحب باع طويل في الحركه الادبيه وتخطيط المؤتمرات، الأستاذ الشاعر المصري الدمياطي الكبير أحمد الشربيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هقول كلمة صغيرة. أنا حضرت عشرات التجمعات في المنتديات. هذا التجمع تحديدا ولا أبالغ له طعم ومذاق مختلف. ليه؟ يمكن احنا في طيبة بنقول أبناء طيبة، أبناء طحاب، أبناء 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 أبناء. كون إن أيمن يقول أدباء النت ويدعها مطلقة لكل أدباء النت، فأعتقد أن هذا هو بالفعل السبق. تحية لهذا الرجل. في المفترى وكأنها من غير نقط كل الحروف اللي انكتب بيها الحوار، او باختصار كان غير كده لحظة بداية فكرته وحلمي الكبير. قصدي اللي كان في الوقت ده اكبر كتير من تفصيلات الاحتمال، ما قصدتهاش لما المعاني طلقتها جوه اللي جاي يخدعها ضي. تاهت في وادي الانتظار، اتبعترت كل الجمل وتعثرت لغة الحوار. انا حلم اشبه بالفراش، بجناح رقيق يدوب عشان يقدر يطير قرب الضيا. حس بدفى في المبتدأ، ما قصدتش انه هينكوي بنار الدفى. في الحلق حجر دمعتي طعم المرار.